السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي وحشتوني. كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك علينا وعليكم وعلى كل أمة محمد. كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك بإذن الله يا رب العالمين. السنة اللي جاية وزي الأيام دي نكون كلنا على جبل عرفات، كل أمة محمد بإذن الله تعالى نكون على جبل عرفات أجمعين. ويا رب العالمين انصر إخواتنا في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وارحم موتاهم واشفي مرضاهم بإذن الله تعالى يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم الأكبر يا رب العالمين، وكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. النهاردة بداية بعد غياب هنرجع إلى الساحة الرياضية. النهاردة فيديو جديد، فيديو خاص، فيديو بإذن الله هيعجبك. النهاردة مباراة نادي الزمالك ونادي المصري، مباراة قوية، مباراة بإذن الله هتكون جميلة جدا، هنشوفها النهاردة بإذن الله. الفيديو يعجبك، يلا بينا. يستعد نادي الزمالك إلى مواجهة نادي المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية اليوم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري المصري الممتاز. بينما يسعى نادي الزمالك في الحصول على الثلاث نقاط واختطاف الثلاث نقاط من أجل تقدمه في الدوري المصري بعد تفوق نادي الزمالك على نادي سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية بنتيجة 2-1. ويحتل نادي الزمالك المركز 11 في الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق 9 انتصارات، وبينما تعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم. وسجل لاعبي نادي الزمالك 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف. وحرص المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز على وضع خطة التغلب على إجهاد اللاعبين بعد المواجهة نادي سيراميكا كليوباترا الجمعة الماضية. وحصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة والعودة إلى التدريبات أمس لحد. طبعا المدير الفني بدأ بالنزول بالأحمال البدنية وعمل استشفاء للاعبين واكتفى بالتدريبات الفنية، كل ده قبل السفر إلى المباراة، السفر إلى الإسكندرية لمواجهة نادي المصري البورسعيدي.